السلام عليكم متابعين قناة شهوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جدادين. مازالين في سلسلة حلويات العيد، وكيف ما طلبتوا مني نشارك معكم حلويات بدون فرن، فاليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد التشكيلة رائعة زوينة بزاف، غادي تعجبكم. حلويات اللي سهلة في التحضير، كتوجد في واحد الوقت اللي قصير بدون تعب ولا مجهود. بالنسبة للأخوات اللي ما عندهمش الفرن، هاد الحلويات هادو المذاقات ديالهم جد مميزه، اشكال اللي راقيه وشكل ما كيشبه الشكل الاخر في المذاق. فإلا عجبكم الفيديو حبيباتي ما تنساوش توصلوه لاكبر عدد من اللايكات. كما كتعرفوا اللايك مهم بزاف لنجاح الفيديو، وبطبيعه الحال الا بغيتوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم هكا باش تعم الفائده. وبالنسبه للاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه، مرحبا بكم. فضلا وليس امرا، الا كان المحتوى ديال القناه كيعجبكم دعموها بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. وشكرا على التعاليق الطيبه ديالكم، شكرا على الدعم المستمر ديالكم والوفاء ديالكم. وعلى بركه الله ندوزو مباشره للطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير ديال اول شكل، عندي 80 غرام ديال الكوك، ما يعادل كاس ديال العنبه. بالنسبه للكوك ضروري تحمروه واحد شويه غير في المقله، انا حمرته غير في المقله، غير ما تخليوش يتحرق باش ما يضيعش المذاق ديالو. عندي كذلك 200 غرام ديال الكاوكاو، بعد ما دهنته بالزيت دخلته الفران تحمر واحد شويه وطحنته، ولكن ما لينتوش، خليته باين واحد شويه، يعني خليته مفرفش او مهرمش واحد شويه. بالنسبه للكاوكاو انا استعملت الكاوكاو اللي بلا قشور، تقدروا تستعملوا الكاوكاو الاحمر اللي بالقشور، الكاوكاو البلدي. عندي هنا 400 غرام ديال الشكلاط الابيض، ذوبته في حمام مائي وضفت له تقريبا 4 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه، وكتخلطوه مزيان. غادي نضيف دابا الكاوكاو وغادي نضيف الكوك. بامكانكم تضيفوا اللوز في عوض الكاوكاو، او تضيفوا الكركاع، او تنقصوا من الكميه ديال الكاوكاو وتزيدوا كميه البسكوي، كيبقى لكم الاختيار. بامكانكم تستعملوا الشكلاط الاسود في عوض الشكلاط الابيض. هاد الحلوه سهله في التحضير، اسهل حلوه تقدروا تحضروا بدون فرن، يعني ما كتاخذش وقت كتير في الطياب. دابا انا غندوز ندير هاد الحلوه في المول ديال السيليكون. واحد الملاحظه، الا شفتوا هاد الخليط ديال هاد الحلوه كيقصح واحد شويه، غادي ترجعوا ديروه فوق البوطه يدفى واحد شويه. خديت هنا مول ديال السيليكون صغير شويه في الحجم باش يعطيني كميه كثيره. خديته بهذا الشكل. تقدروا تاخذوا اي مول ديال السيليكون متوفر عندكم، راه الثمن ديالهم كيدير 15 درهم، ماشي شي حاجه كثيره. كنعمر القوالب او القالب ديال المول ديال السيليكون بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كنحاول ما امكن نقاد هاد الحلوه هذه، ومن بعد كتنظفوا ديك الجوانب، كتنظفوا مزيان. ملاحظه، ضروري تضربوا فوق سطح العمل ديك المول ديال السيليكون مزيان هكا باش ديك الفقاعات اللي تيكونوا لداخل يعني كنتخلصوا منهم باش ما كتجيكمش الشكل ديال الحلوه، يعني باش كيجي الشكل ديال الحلوه زوين وصافي. كنضف هاد الجوانب ديال الحلوه كما كتشوفوا. كنحاولوا نفينيو الخدمه ديالنا وصافي باش كتجي الحلوه مفينيه. وتندخلها للمجمد حتى كتشد راسها مزيان، عاد كنزولوها من ديك القالب ديال السيليكون. بالنسبه لديك الخليط كنخليه على جنب. الا كان عندكم ليمون بزاف راكم غادي تستخدموا فيهم كاملين، الا كان عندكم غير واحد كما انا غادي نبقى من بعد ما كتجمد الحلوه تنزولها كما كتشوفوا كتزول بكل سهوله. غير حاولوا ما امكن يعني تاكدوا بان الحلوه ديالكم جمدت مزيان باش ما كتهرس لكمش ملي كتبغيو تزولوها من المول، راه كتزول بكل سهوله ملي كتجمد. بالنسبه للخليط ضروري كنرجعوا ندفيوه واحد شويه، وكنولي نعمر عاوتاني هذا القالب ديال السيليكون كله. ضروري نضفوا ديك الجوانب او كنفينيو ديك الجوانب ديال الحلوه باش كتجينا المنظر ديالها زوين. بالنسبه ليا انا راني استعملت قالب ديال السيليكون، يعني الشكل ديالو صغير هكا باش يعطيني كميه كثيره. ضروري تضربوا هذا القالب ديال السيليكون فوق سطح العمل باش كتخلصوا من ديك الفقاعات اللي كيكونوا لداخل في وسط الحلوه باش ما كيجيكمش الشكل ديالها زوين. بالنسبه للتزيين عندي هنا واحد شويه ديال الشكلاط، فيه شويه ديال النوازيط مهرمشين، كان بقى لهم واحد الشكل ديال الحلوه راني غنشاركو معكم في هذا الفيديو. فقلت علاش ما نزينش به بلا ما ندير شكلاط اخر. انا في الحقيقه كنت غادي نزين بالكراميل، كان عندي شويه ديال الكراميل كنت غادي نزين به، ولكن ملي شفت هذا الشكلاط هذا بقى لي وانا ساليت الحلوه هذا، يعني كان غير باقي لي، قلت انا نعمرو به باش حتى حاجه ما كتعرفوا حتى حاجه ما تضيع. وصراحه جا يعني عبار مع الحلوه، يعني جا قياس واحد. كملت ديك الشكلاط اللي بقى لي كله كملته مع هذا الشكل ديال الحلوه، كيجي الشكل ديالها زويون. وصدقوني هاد الحلوه ما فيهاش التعب بزاف، يعني دغيا كتوجد. دابا غندوز معكم الاقتراح الثاني. غناخذ هنا واحد البول، غنوضع فيه 150 غرام ديال الكاوكاو محمر. بالنسبه للكاوكاو خديت الكاوكاو اللي بلا قشور، دهنته بزيت نباتيه ودخلته الفران حتى تحمر،
ومن بعد ما برد طحنتو مزيان حتى لينتو. تقدروا تستعملوا الكاوكاو البلدي اللي بالقشور ديالو. انا استعملت 150 غرام. غنضيف عليه 150 غرام ديال البسكوي مطحون، حتى البسكوي حتى هو كنطحنو مزيان حتى كنلينو. بالنسبه للبسكوي انا استعملت بسكوي عادي ديالي كنديروا به الحلوى، هذاك اللي مدور ديال ماريا كنظن سميتو. انا نوريكم لومبالاج ديالو. كنظن كتكون باكيه كبيره فيها 4 ديال الحبات بحال هذه اللي يعني اللي طحنت. ها هو الشكل ديالها. كنظن هذاك البسكويت ماريا الا ما خفتش نكذب هو هذا. المهم هنا غنضيف شويه ديال الزبيب مقطع بطبيعه الحال. الزبيب من بعد ما كنمسحوه مزيان بواحد الميدو كنحيدو ديك العويدات اللي كيكونوا ديك ديالو وكتقطعوه. هنا غادي نضيف العسل. بالنسبه للعسل غير العسل اللي كانت بقات لي من الشباكيه ومن البريوات صراحه. من بعد اللي كتبقى ديك العسل اللي كتبقى لي العسل كنصفيها، كنسخنها ونصفيها وكنحتفظ بها في العليبات. كتبقى غزاله يعني ما شريتهاش. ولا كانت عندكم نتوما عسل مثلا يعني زوينه ديال الماكله بغيتو ديروها بقى لكم الاختيار. المهم تديروا الكميه ديال العسل اللي تجمع لكم هاد الحشوه هذه او هاد الخليط هذا. يعني ما يكونش الخليط خفيف بزاف وما يكونش عاوتاني قاصح كيتفرتت، كيتجمع بكل سهوله في مع بيديكم. بالنسبه للكميه ديال العسل كما قلت لكم يعني كتبقى على حساب الخليط. اللي بغات في عوض العسل دير نسلي كراميل يعني كيبقى لكم الاختيار، كل واحد كيدير على حساب الذوق ديالو. من بعد ما كنجمع الخليط كما كتشوفوا معايا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. غادي نخليه هنا على جنب وغادي ناخذ واحد البلاطو كنغلفو بالبلاستيك غذائي او كتوضعوا فوق منه قطعه ديال البلاستيك او ورق ديال الطبخ باش ما كتلتصق لكمش الحلوه فوق منه وصافي. وكنحربل هاد الحشوه هذه او هذا الخليط هذا كنحربلو مزيان ما بين يدي كما كتشوفوا. كنحاول ندير واحد الحريبلات غير صغيورين. بامكانكم تحربلوه حربول كبير وتقطعوه بالسكين او ديروه في وسط لي مول ديال السيليكون حتى يشد راسو وعاد ديروه في الشكلاط. المهم كتشكلوا على حسب الذوق ديالكم. انا تنعطيكم غير افكار وانتم لكم الاختيار. بالنسبه للحشوه تقدروا ديروا الزبيب، تقدروا ديروا شي الكركاع مهرماش، تقدروا ديروا شي المشماش مقطع اللي بغيتو. بعد ما حربلت الحلوه كلها غندخلها للمجمد حتى تشد راسها مزيان وعاد غندوز للتزيين. بالنسبه للتزيين عندي هنا الشكلاط الابيض ذوبته في حمام مائي، ضفت له تقريبا واحد 3 المعالق ديال الزيت نباتيه. عندي تقريبا هنا واحد 200 غرام ديال الشكلاط الابيض ولكن راه بقى لي منه لان زينت به واحد الشكل اخر. كنوضعوا ديك الحبات ديال الحلوه اللي بطبيعه الحال خصهم يكونوا جامدين واحد شويه باش دغيا كيشد عليهم الشكلاط. الا كانوا مازالين اللي ما كانوش في الكونجيلاتور ملي كتدخلوهم في الشكلاط وكتجبدوهم ما كيهزوش الشكلاط بزاف يعني كيجي اللون ديالهم ما كيجيش اللون ديالهم زوين. من الافضل يكونوا جامدين باش ملي كتدخلوهم للشكلاط وتجبدوهم كيجمد عليهم الشكلاط بسرعه وكيهزوا كميه كثيره ديال الشكلاط يعني كيبان اللون ديالهم زوين. بغيتو ديروهم 2 مرات في الشكلاط كيبقى لكم الاختيار. المهم انا كنعطيكم غير افكار وانتم لكم واسع النظر. عندي هنا شويه ديال الشكلاط الاسود غنزين به خطوط مائله مع الجناب. تقدروا تزينوا بشويه ديال الشكلاط رولي، تقدروا تزينوا بالعقيق، تقدروا تدوزوا في الشكلاط الابيض وتفندوا في الكوك، تفندوا في الباستا، تفندوا في شويه الكاوكاو مهرمش ومحمر اللي بغيتو نتوما. غندوز دابا لاقتراح اخر. خديت هنا واحد البول وضعت فيه الباستا. خديت هذا النوع هذا ديال الباستا كان باقي لي منه واحد شويه وغادي نزيد عليه هذا النوع هذا. هي اللي لقيت عند مول الحانوت. ما لقيتش ديك الباستا الكبيره باش نكمل من هذاك الشيء اللي بقى لي فخديت من هذه كملتها. المهم المجموع ديال الباستا اللي درت هو 180 غرام تقريبا 2 باكيات من هذه الباستا التاليه اللي زدت. وكان باقي لي واحد شويه من الباستا قديمه كنت صوبت بها واحد الشكل الحلوه وبقى لي منها. عندي هنا 150 غرام ديال البسكوي مطحون كما كتشوفوا معايا. طحنته مزيان حتى لينته وغادي نجمع هنا بالشكلاط ديال الدهن. اي شكلاط ديال الدهن متوفر عندكم. المهم كديروا الكميه ديال الشكلاط اللي تجمع لكم الخليط. بالنسبه للباستا ما كتطحنوهاش غير كتفرتتوها بيديكم باش كتبقى باينه في وسط الحشوه. يعني ملي كتكونوا كتاكلوا هاد الحلوه هذه كتحسوا بديك القرمشه ديال ديك الباستا في وسط الحلوه. هاد الحلوه هذه كتجي بحال فيريرو روشي كتجي زوينه بزاف. وكل ما درتو يعني مكونات زوينه عندها جوده عاليه كتكون الحلوه عندها المذاق زوين. عندي هنا لي نوازيت يعني دخلتهم غير الفران تصهدوا غير واحد شويه. بالنسبه للقياس ديال النوازيت اللي خديت 10 دراهم ديال النوازيت كما قلت لكم. دخلتها غير للصهد يعني ديك ديال الفران خليتها فيه واحد شويه ومن بعد زولتها. كناخذ هنا كره من الخليط كنبسطها بيدي وكندير فيها واحد الخويه في الوسط وكندير في وسط من هذيك الحبات ديال النوازيت
وكنجمع عليها ديك الخليط وكنكورها مزيان ما بين يدي. كنحاول ما امكن يعني نضغط عليها مزيان باش ما كتبقاش ديك الحبه ديال النوازيت تلعب فيها لداخل. يعني كنحاول ديك الخليط يجي يتماسك على ديك الحبه ديال النوازيت. هاد الحلوه كتجي زوينه 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 بزاف، فيها واحد المذاق جد مميز. تقدروا ديروا في الحشوه لداخل يعني اي حاجه كتعجبكم، لكم الاختيار. دائما تندهن يدي بشويه ديال الزيت باش ما كتلصقليش ديك الخليط، ما كيلصقليش في يدي. كنبسطو بيدي كما كتشوفوا معايا. كندير ديك الحبات النوازيت كنسد عليه مزيان وكنولي نضغط بيدي مزيان باش ديك الحبه ديال النوازيت كتبقى راسيه لداخل. وكنكور بهذا الشكل كما كتشوفوا. كنوضع هنا في وسط البلاطو اللي راني دايره له بلاستيك غذائي او قطعه ديال البلاستيك هكا باش كتفاداو انا الحلوه تلصق عليه وصافي. المهم بعد ما كنشكل هاد الحلوه كلها غندخلها للمجمد. ضروري كنخليها حتى كتماسك مزيان هكا باش كيشد عليها الشكلاط. خديت هنا الشكلاط الاسود تقريبا 200 غرام ديال الشكلاط الاسود، دوبته في حمام مائي وضفت له تقريبا واحد 3 ديال المعالق كبار حتى 4 المعالق كبار ديال الزيت نباتيه باش كيعطيكم البريو وكيزيد يتخفف لكم الشكلاط. هنا ديك النوازيت اللي بقاو لي هرمشتهم واحد شويه وضفتهم للخليط باش يزيد المذاق يجي زوين. يعني بامكانكم ديروا شويه ديال اللوز مهرمش او ديروا غير الشكلاط بوحدو. المهم لا بغيتو يجي الشكل ديال هاد الحلوه بحال الشكل ديال فيريرو روشي ضروري ديروا ديك شويه ديال النوازيت فيها. بالنسبه ليكم نتوما الا بغيتو ديروا غير اللوز او ديروا غير الشكلاط بوحدو كيبقى لكم الاختيار. كناخذ ديك الحبات ديال الحلوه كما قلت لكم ضروري تخليهم حتى يجمدوا مزيان باش منين تديروهم في الشكلاط دغيا تيجمد عليهم الشكلاط وتيجمد عليهم حتى ديك النوازيت اللي درنا الشكلاط. الا خديتوا الحلوه وهي ما جامداش ودرتوها في هذا الخليط ديال الشكلاط والنوازيت ما غاديش يهز لكم كميه كثيره ديال ديك النوازيت، ما غاديش يجي زويون في المنظر. فداك الشيء قلت لكم دخلوها حتى تجمد باش غير كديروا عليها الشكلاط كتشد راسها في البلاصه. يعني ما تهبطش داك الشكلاط كله، يعني كيبقى شاد لكم على الحلوه باش كيجي المنظر ديالها زوين والشكل ديالها زوين. المهم انا كنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل هذه الحلوه اللي عندي كلها. واحد الملاحظه، ديك الحلوه درتها فوق الشبيكه ودرت منها الورق ديال الطبخ. هذاك الشيء اللي تيهبط لي في الورق ديال الطبخ كنولي نجمعو ونديرو عاوتاني نرجعو يذوب باش حتى حاجه ما كتضيع وصافي. هذه غير بين قوسين. غندوز دابا لاقتراح اخر. خديت هنا الهاشوار او الطحانه ديال الربيع وغنوضع فيها 250 غرام ديال التمر. خديت هنا التمر خديت التمر انا رطب يعني كيتعجن. بغيتو تعوضوه بالعجينه ديال التمر جاهزه لكم اختيار، ولكن المذاق ديال التمر هكا كيكون احسن من العجينه ديال التمر. عندي هنا تقريبا واحد 8 الحبات ديال المشماش قطعتهم مربعات وغادي نطحن هذا التمر والمشماش مزيان. كيجيني واحد الخليط اللي كيكون معلق كما كتشوفوا معايا في الصوره. بامكانكم تعوضوا المشماش يابس، تعوضوه بالزبيب، تعوضوه بالكيوي، تعوضوه بالاناناس، اي فاكهه مجففه كتعجبكم تقدروا تعوضوا بها. هاد الحشوه هذه كتجي بنينه بزاف. كما قلت لكم التمر ضيفوا التمر هكا احسن ما تضيفوا العجينه ديال التمر، المذاق ديالو غيكون احسن بكثير، واحد النسمه فيه كتكون مختلفه. هنا ضفت 150 غرام ديال القرقاع بعد ما مسحته مزيان وطحنته مزيان لينتو، يعني كيجي بحال الا كيتعلق. هاد الحشوه هذه كتجي بنينه بزاف. يمكنكم تعوضوا القرقاع باللوز، تعوضوه بالكاوكاو، لكم الاختيار. المهم نتوما هاد الحشوه تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم وتستغناو على الحاجه اللي ما عندكمش. عندي هنا الزنجلان الابيض. بطبيعه الحال هذا الزنجلان كيصلح للتزيين حتى المذاق ديالو حتى هو زوين. بغيتو ديروا الزنجلان البلدي العادي، بغيتو ديروا الكاوكاو مهرمش، بغيتو ديروا البيستاش اللي يعجبكم، بغيتو دوزوا في هذه الحلوه تفندوا في هذه الحلوه كيعجبكم ديروه. كندهن يدي بشويه ديال الزيت نباتيه وكنشكل كويرات وكندوزهم في هذا الزنجلان هذا. كما قلت لكم هذه الحلوه هذه اما حربلوها اما كوروها اما شكلوها بالطريقه اللي كتعجبكم. حتى الا بغيتو تحربلوها ودوزوها في الكاكاو بودره الكاكاو حتى هكا كتجي زوينه. غير غربلوا البودره ديال الكاكاو. كنحاول نلبس مزيان هاد الكرات هادو بالزنجلان الابيض وتنوضعهم هنا في هذا المول ديال السيليكون. انا اختاريت هذا الموتيف هذا. تقدروا تستعملوا اي مول السيليكون متوفر عندكم. تقدروا تكوروا هاد الحلوه بهذا الشكل هكا وتحطوها ديروها في الكويرطات وتحطوها حتى هكا كتجي زوينه. من بعد غنضغط عليها مزيان في المول ديال السيليكون. كنحاول ما امكن نضغط عليها مزيان باش كتاخذ لي الفورما ديال المول ديال السيليكون. وفي الاول عبروا الكره الاولى عبروا بها القياس ديال المول السيليكون هكا باش تتمشيو على نفس القياس باش دوزوها في الزنجلان وتجيكم كبيره على هذاك على المول. بالنسبه لهاد الكميه اللي بقات لي غنخليها حتى نخرج هاد الحلوه من المجمد
وعاد غادي ندير ديك الكميه اللي بقات لي. بالنسبه لهاد الحلوه ضروري تدخلوها للمجمد باش كتشد راسها، باش كتزول لكم من المول ما كيضيعش الشكل ديالها، يعني كتبقى محافظه على الشكل ديالها. غندوز للزين. عندي هنا كاسرونه فيها معلقه كبيره ونص ديال الجليكوز. كما كتعرفوا الجليكوز كيتباع عندي كيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات او حتى عند البقال حتى هو تلقاوه. ضفت هنا معلقه كبيره ونص. غنضيف عليها هنا شويه ديال اللوز افيلي محمر واحد شويه، وعندي شويه ديال الفواكه معسله انا شريتها بالعبار عند اللي تيبيعوا اللوازم ديال الحلويات. كتاخذوا 5 دراهم او 10 دراهم، كتجي حسن من كطيح عليكم اقتصاديه حسن ملي كتباع في العلبه. كناخذ هاد الكاسرونه كنوضعها فوق النار وكنخلي هاد الخليط هذا ديال الجليكوز واللوز ويغلي، يعني كيغلي مزيان فوق البوطه هكا باش كيتماسك مزيان وكيلصق لي فوق الحلوه. من بعد كناخذ واحد المعلقه صغيره كنخدموا بسرعه لان راه دغيا كيجمد هذا الخليط دغيا كيقصح. كناخذ هنا واحد المعلقه صغيره القياس اللي غادي يدخل لي في ديك الخويه اللي كاينه في الحلوه او ديك الثقب. غير خدموا بسرعه لان هذا الخليط دغيا كيتماسك هكا باش ما كيتماسك لكم فوق الحلوه. كتحاولوا ما امكن تديروا الالوان كاملين، يعني ديك الفواكه المعسله كديروا الالوان فيها كاملين. من بعد راني زينتها بشويه ديال العقيق من الفوق غير باش يعطي واحد البريون واحد اللمعه لهاد الحلوه. دائما الزين كيبقى على حساب الذوق. وغندوز لاقتراح اخر. خديت هنا 200 غرام ديال الكاوكاو محمر، كما قلت لكم كاوكاو يعني كندهنوا بالزيت وكندخلو للفران. خديت الكاوكاو اللي بلا قشور كيتحمر واحد شويه. تقدروا تستعملوا الكاوكاو البلدي اللي بقشورو. عندي هنا 150 غرام ديال البسكوي. خديت هذا البسكوي هذا اللي فيه الكاكاو، هذا النوع هذا باكيه فيها 140 غرام. الا بغيتوا تعوضوها ببسكوي عادي غادي ديروا واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو، ما بغيتوش ديروا الكاكاو لكم الاختيار. وغنجمع هذا الخليط بصوص كراميل اللي سبق لي وشاركتها معكم. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هذه حضرتها في البيت كطيح عليكم ارخص، يعني كطيح اقتصاديه ما تشريوها جاهزه. غادي نخلي لكم كما قلت لكم الطريقه ديال التحضير راها سهله وبسيطه وكطيح عليكم رخيصه بزاف، يعني حتى الحلوه ما كطيحش عليكم غاليه. اما الا شريتوها جاهزه بطبيعه الحال يعني الحلوه غادي تطيح عليكم غاليه بزاف. كديروا الكميه اللي تجمع لكم الخليط. بامكانكم في عوض الكريم كراميل ديروا صوص كراميل ديروا هذا العسل، ولكن صراحه الكراميل كيجي المذاق ديالو شي حاجه اللي زوينه بزاف. المهم كتبقاو تضيفوا ديك صوص كراميل حتى كتوصلوا للقوام اللي مطلوب، يعني واحد الخليط اللي كيكون متماسك وفي نفس الوقت يعني الا ملي كنطلقوه بالدله كيتطلق لنا بكل سهوله. هنا غادي ناخذ 2 قطع ديال البلاستيك وغادي ناخذ هذا الخليط وغادي نبدا نطلق هنا هاد الخليط هذا ما بين 2 قطع ديال البلاستيك. شوفوا معايا بحال الشكل اللي كنطلق الصابلي. بالنسبه للسمك تيكون واحد السمك اللي غليظ واحد شويه ما كيكونش رقيق. خديت هاد القطعه الصابلي دائريه. تقدروا تاخذوا اي قطعه متوفره عندكم، تقدروا تقطعوهم مربعات بالسكين لكم اختيار. هذا كيجي بحال الشكل ديال الصابلي ما طايبش، كيجي زوين بزاف، شي حاجه راقيه، مذاق فيه جد مميز. كل ما درتو مكونات اللي عندها جوده عاليه بطبيعه الحال الحلوه ديالكم كتكون زوينه، واخا ديروا غير كميه قليله. كنشكل هاد الحلوه هاد الحلوه هكا بهاد الطريقه كما كتشوفوا. بالنسبه لك الزوائد اللي كيبقاو كنجمعهم كنعجنهم مزيان بيدي وكنطلقهم بالدله كما كتشوفوا معايا، وحتى هما كنشكلهم. وهاد الحلوه هذه ضروري ندخلها المجمد حتى كتشد راسها مزيان وتقصح مزيان. عاد كنزينها هكا باش ملي كنديروا لها الشكلاط دغيا كيجمد عليها الشكلاط وكتبقى محافظه على الشكل ديالها. بالنسبه للشكلاط الاسود ذوبته في حمام مائي وضفت له شويه ديال الزيت النباتيه، يعني وكنخلطو مزيان باش كيعطينا لمعه. وكناخذ ديك القطعه ديال الصابلي كما كتشوفوا معايا، يعني راه جامد. غندخلهم انا ندير عليهم هنا الشكلاط الاسود كما كتشوفوا معايا، وكدوزهم في الشكلاط الاسود. حاولوا ما امكن تستقطروهم مزيان من الشكلاط الاسود. وبسرعه غادي نزينهم هنا بخطوط ديال بالشكلاط الابيض، يعني بسرعه كتخدموا كل حبه كتحطوها فوق ديك الشبيكه كتزينوها بسرعه لان دغيا كيجمد لكم هاد الصابلي هذا. علاش دخلتو المجمد؟ لانه الا خليتوه برا ودرتوه في الشكلاط مع الشكلاط السخون غتسخر لكم ديك العجينه ديالو. فمن الافضل يعني ديروا له دخلوا المجمد وديروا له الشكلاط مباشره باش ديك الشكلاط كيجمد عليه وكيبقى هذا الصابلي محافظ على الشكل ديالو. هذا هو يعني الغرض من اننا ندخلوه المجمد قبل ما تزيين. بالنسبه للتزيين اما ديروا خطوط بالشكلاط يعني الابيض او ديروا الصابلي في الشكلاط الابيض وعاد ديروا له خطوط بالشكلاط الاسود او تزينوا بالعقيق. دائما التزيين كيبقى على حسب الذوق. وكنبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكمل هذا الشكل ديال الحلوه. كما شفتوا الطريقه ديال التحضير ديالو جد بسيطه. وغندوزو لاقتراح اخر.
خديت هنا واحد البول وضعت فيه 250 غرام ديال الكوك من بعد ما طحنته مزيان في الطحانه الكهربائيه ولينته. غنضيف له هنايا تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره مزيان بالفواكه المعسله. راني قلت لكم في الفيديو شريتها بالعبار كطيح احسن. وغنسم هنا بالمذاق ديال البرتقال كيعطي واحد النسمه جد مميزه لهاد الحلوه هذه. غادي نجمع هذا الخليط بالحليب المحلى نسلي اللي حضرته في الدار وسبق لي وشاركته معكم، حتى هو غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه لهاد الحلوه الا مشيتو شريتو الحليب نسلي غادي تطيح عليكم غاليه بزاف، فملي كتحضروه في الدار كطيح عليكم ارخص بكثير. المهم كتضيفوا الكميه ديال الحليب المحلى المركز حتى كتجمعوا الخليط ديالكم. هذا الخليط هذا ما خصوش يكون قاصح، خاصو يبقى مرخوف واحد شويه لان الكوك كيتشرب، راه واخا طحنينو كيتشرب الحليب النسلي، فمن الافضل خليوه واحد شويه مرخوف هذا الخليط هذا باش كتحكموا فيه ملي كتكونوا كتكوروه او كتشكلوه. حيت الا درتو مثلا كميه كثيره ما تجيو تكملوها حتى كيتلقاوه شرب لكم وقصح. شوفوا معايا يعني ملي كديروا في يديكم كتلقاوه معلك صافي. هذا هو القوام المطلوب. غندوز دابا نشكل هاد الحلوه. كتشكلوها بالطريقه اللي تناسبكم نتوما. انا غناخذ هنا واحد البلاطو وغادي نغلفو بالبلاستيك الغذائي وكنبقى كنكور هاد الحلوه هذه. المهم كندير كويرات صغارين ما يكونوش كبارين وكنوضعهم هنا في البلاطو. نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى كنكور هاد الحلوه كلها كما كتشوفوا معايا. وضروري ندخلها للمجمد كتشد راسها مزيان يعني كتماسك باش ملي كنزينوها دغيا كيجمد لنا عليها الشكلاط وكتهز لنا واحد الكميه ديال الشكلاط يعني معقوله. بالنسبه يعني لكم نتوما تقدروا تشكلوا هاد الحلوه بالطريقه اللي تناسبكم، يعني ديروها في مول السيليكون تكوروها تحربلوها لكم الاختيار. كندخلها الكونجيلاتور تماسك ومن بعد ما كتماسك كندوز للتزيين. عندي الشكلاط الابيض ذوبته في حمام مائي وضفت له شويه ديال الزيت نباتيه، وعندي هنا لي فيرميسيل ديال ملونين. تقدروا ديروا لي فيرميسيل ديال الشكلاط لكم الاختيار. المهم انا هادو اللي متوفرين عندي درتهم فيهم حتى المنظر زوين، كيعطيو منظر زوين كيبغيوه الوليدات صغار، فيهم واحد النظره مختلفه على ديال الشكلاط. اللي بغيتو ديروا ديال الشكلاط ديروا ديال الشكلاط، بغيتو ديروا الكوك ديال الكوك يعني كيجي فيها واحد المنظر زوين بزاف. هاد الحلوه والمذاق خلاص كيجي مميز. ديك النكهه ديال البرتقال كتعطي واحد المذاق زوين. تلقاوها عند اللي تيبيعوا المستلزمات ديال الحلويات او عند الهري اللي تيبيع داكشي ديال الكرو، حتى هو راه تيبيع داكشي ديال الحلوه القوم ديال الحلوه تلقاو عنده هاد النكهات. كناخذ هاد الحلوه كندوزها في الشكلاط وكنسقطرها من الشكلاط كندوزها في هاد لي فيرميسيل راه دغيا كيلصق عليها الشكلاط بسرعه. كان هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو اللي شاركت معكم ديال الحلويات بدون فرن نزولا عن الطلب ديالكم. شي حاجه اللي زوينه بزاف كما شفتوا، حلوه ما كتشبه الحلوه الاخرى في المذاق ديالها، تشكيله رائعه. تختاروا منها اللي عجبكم. مثلا الا درتو فقاص ودرتو شي نوع ديال الغريبه تزيدوا جوج شكيلات من الحلويات بدون فرن والله يجعل شي بركه. انا عطيتكم غير اقتراحات وانتم لكم واسع النظر في الاختيار. بالنسبه للمكونات تقدروا تضيفوا اي حاجه كتعجبكم وتحيدوا الحاجه اللي ما متوفرش عندكم او اللي غتجيكم غاليه. بالنسبه للكريم كراميل وبالنسبه للحليب المحلى نسلي غادي تلقاو الطريقه ديالهم في صندوق الوصف الا بغيتوا تحضروهم في البيت. الا بغيتوا نحط لكم حتى الرابط ديال الشوكولا ديال الدهن توجدوه في الدار هكا باش كطيح عليكم الحلوه اقتصاديه، يعني كتكون ارخص بكثير ملي كتشريو المكونات كلها من على برا. خصوصا الحليب المحلى نسلي وصوص كراميل كيتباعوا غاليين ويعني غادي تجيكم الحلوه غاليه بزاف. كتحضروا في الدار كطيح عليكم ارخص. نتمنى حبيباتي الغاليات هاد الاقتراحات تنال الاعجاب ديالكم. كما قلت لكم شي حاجه زوينه بزاف، اشكال راقيه ومختلفه، المذاقات زوينه بزاف. الى عجبكم الفيديو حبيباتي الغاليات ما تنساوش توصلوه لاكبر عدد من اللايكات. شكرا على التعاليق الطيبه، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على الكلام الزوين اللي كتقولوا في حقي وعلى الدعوات الصادقه اللي كتدعيو معايا. الله يجعل لكم هادشي كله في ميزان حسناتكم يا رب. وبالنسبه للاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه مرحبا بكم، وفضلا وليس امرا الا كان هذا المحتوى ديال القناه كيعجبكم دعموها بالاشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفات اخرى بحول الله تعالى.